اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب العالمين. انا طبعا نزلت لكم فيديو خلي الوراك من العظم، بس انا قلت اوريها لكم جوله سريعه كده، بس لو حابين تعرفوا الطريقه بالظبط هتلاقيها في الفيديو اللي قبل ده على طول. مبدئيا كده احنا هنعمل فراخ شيش خليتها من العظم. الورك فيه 3 عظمات خليناهم بكل سهوله، تمام. وبعد كده نزعنا منه الجلد بعد ما شطفناهم كويس جدا، بعد ما خليناهم بملح وليمون. هنيجي نعمل لهم التتبيله بتاعتهم، طماطم وتوم وفلفل وبصل، تمام. التتبيله ديت هعملها للفراخ، وعصير ليمون، دي ليمونتين اصفهم كويس جدا من البذر، على علبة زبادي، حطهم شويه ميه عشان الخلاط يمشي. مش هحط لهم التوابل دلوقتي، هحط التوابل على الفراخ. سيب التتبيله دي من بالليل لو هتشوي تاني يوم، او لا اما قبل الشوي ب3 4 ساعات. انا تقريبا سبتها ساعتين في التتبيله، كنا مستعجلين وكده، وطلعت خطيره جدا، ما خدتش وقت على النار خالص خالص، يعني خدت تقريبا ربع ساعه كده 10 دقايق. ما خدتش وقت عشان هي مخليه من العظم، وانت عارفين اللي وراك ما بتاخدش سوا زي الصدور. بعد ما فرمنا طبعا التتبيله اهو، هنحط بقى التوابل عليها. انا جايبه كيس توابل فراخ اللي هي الشوي، بس انا هزود لها فلفل وكمون وملح، مش هحط حاجه تانية. واحط كيس توابل الشوي الفراخ وخلاص، ونحط شويه زيت اهو من كنوز. كيس توابل ده عمل دجاجه كامله، فرخه كامله يعني، هيديها تست عالي وطعم حلو. هو الكيس تقريبا ده مش عارفه ب10 جنيه او ب12.5، مش فاكره يعني. واحط لها كده 2 مكعب ماجي اهو بالفراخ وخلاص، وتسيبها بقى في التتبيله، قلبيها كويس جدا وحطها في التلاجة ساعتين 3 عند قبل ما تيجي تشوي، وتحطيها بقى على الفحم على الشوي في المنقد. عايزه تشويها على الجريل، عايز تعملها شيش طاووق اللي هي في العصيان الخله يعني، تمشي معاكي اي حاجه من ايدك دي لايدك دي، اكلك ومطبخك، وتعملي اللي انت عايزاه. هنا كنا شويناها في اللي انا دخلته في السياخ، وفي اللي انا رصاه على الشبكة عشان خاطر الشبكة واسعة، فممكن الفراخ تسقط منها يعني. والنار التانية دي هنشوفها حاجة تانية. دي كانت الشو، مخدتش معانا اي وقت ولا مجهود خالص، وطعمها فظيع ورهيبة. جربوا الوصفة بتاعتي، هتعجبكم جدا جدا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا